هو انا ازاي سكت لما شافني عندي صداع ومهتمش واداني مسكن بس وما قاليش تعالي نروح للدكتور؟ ولا ازاي سكت لما قال لي تسلم ايدك الاكل حلو قوي قوي بس كان ممكن يبقى احلى لو زودتي الملح زي ما امي كانت بتعمل؟ انا حقي مهدور قوي معاه، ما بقاش يقدر وجودي. بس لما يجي من الشغل هنشوف هنوصل لفين. الليلة دي مش هتعدي من غير نكد. نكد؟ هو احنا بتوع نكد برضو؟ ده احنا الستات كلمة تودينا وكلمة تجيبنا. هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. انا سامية صبري وده برنامج على السفرتين. هنتكلم عن النكد اللي هو جزء كبير قوي في حياة الستات، واللي بيجي من لا شيء ويخلي الدنيا سودة في ثواني. بس قبل ما ابدأ خليني اقول لكم احنا مش نكديين، احنا طفوليين وحساسين مهما كان عقلنا كبير. بس الرجالة هي اللي ما بتفهمناش. تعالوا نعرف اسباب النكد بتبدأ منين. تخيلي كده لما بتبقي قاعدة في امان الله ومودك حلو وعاملة أكلة جميلة وطول النهار قاعدة بتعمليها بحب، وتيجي تقولي لجوزك ايه رأيك في الأكل النهاردة، وهو بكل تلقائية يقولك الأكل كان محتاج ملح شوية والفلفل كان زيادة والأكل كان دافي، أنا بحبه سخن. بس تسلم إيدك الأكل حلو قوي. انتي بقى ترفعي حاجب وتنزلي حاجب وتقولي طب على ايه؟ طب ما تخلي حد يعملك الأكل أحسن، وهوب حضر النكد. ولا لما بتبقي مغيرة حاجة في شكلك، لون شعرك، رسمة حواجبك، بيجامة جديدة، برفيوم جديد، وتروحي تقولي له ايه رأيك، وهو بكل تلقائية يقول تقصدي ايه؟ شعرك حلو حلو. وهنا اوبا مليون تفكير جه في بالك. هو انا شكلي معجبوش؟ هو انا شكلي مش حلو؟ هو ما بقاش يحبني؟ هو اتجوز عليا؟ ويا وصلة نكد لا نهائية عليه وعلى نفسك. وهو يبدأ يسأل مالك، وانتي لابسة وش النكد وتبدأي تكرري الكلمة المفضلة بتاعت الستات: مفيش حاجة، مفيش حاجة، بتاع 10 مرات كده. وقت ما هو يسكت خالص ويبطل يسأل تتجنني وتنكدي زيادة وتقولي له ما انت ولا على بالك. ولما يجي يدافع عن نفسه يقولك يا ستي انا سألتك كتير وانتي ما قلتليش حاجة، تروحي رد الرد اللي بيجنن كل الرجالة: المفروض تفهم لوحدك، انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. ولا لما تبعتي له رسالة وهو في الشغل وتقولي له انك بتحبيه ومفتقدة وجوده، او عملتي له حاجة بيحبها وهو يتأخر في الرد وانتي تبقي شايفة ان هو اونلاين ومش بيرد، بس كده هتبدأي تعلين الحرب والنكد هيحضر، وتبدأي تمسحي في الرسايل وعقلك يروح لبعيد وتقول في حاجة، لا أنا حاسة إن في حاجة غريبة، ما بقاش يحبني. وتروحي بعتله رسالة: أنت فين من الصبح؟ ما بتردش عليا ليه؟ هو يبدأ يفتح الشات يتصدم ويرد يقولك ثواني بس كان في إيدي شغل. ياه، النكد كده زاد قوي. هي دي الست، بتزعل وتتنكد من كلمة وتفرح وتتبسط من كلمة. يعني لو كان قال تسلم ايدك الأول وبعدين راح قايل بس لو تقدري المرة الجاية تقللي الفلفل شوية علشان ما تتعبيش منه. ولا التاني كان أول ما شافها قال ايه الجمال ده بس. ولا التالت كان رد وقال أنا اللي مفتقدك، اديني بس شوية أخلص كل الشغل اللي ورايا وارجع أكلمك علشان وحشتيني. النكد مش بيجي غير من إهمال إحساسها ومشاعرها ليك، فبصراحة أنت تستاهل نكده كمان يا بنات. نيجي بقى لعالم الهرمونات. هوهو، الستات والهرمونات والمزاج اللي بيتلخبط.
وكأنها في سيرك. النهاردة الصبح تبقى مبسوطة، بعد الظهر زعلانة، بالليل بتعيط وتقول لنفسها أنا مش عارفة مالي، أنا بعيط ليه. وانت عشان العقل كله ترد وتقول لها ممكن تقعدي تفكري وتعرفي ليه، وتسيبها وتمشي. وهنا بقى يبدأ الحرب والنكد اللي على حق. اللي فات ده حاجة واللي جاي ده حاجة تانية خالص، مع إنها مش محتاجة غير كلمة بسيطة: أنا جنبك، مش هسيبك. تقدر تجيب لها أي حاجة حلوة تلعب على الجزء الطفولي اللي جواها، تحتويها. وهنا هتلاقي النكد اتبخر والهدوء رجع، ورجعت تضحك من تاني. وبرضه الهرمونات مكملة معانا ومش هتسيبنا في حالنا. تبقي قاعدة في أمان الله وبتفتكري له كلمة مش حلوة قالها لك من سنة، ولا إنه كان ما بيردش عليك أيام الخطوبة، أو وعدك بخروجة وما خرجتيش، وكيس الشيبسي طلع صغير وانت كنت عايزة كبير. ما هو ده نكد الهرمونات اللي مركدة علينا وعلى اللي حوالينا. بس هنعمل ايه؟ بيكون ناتج عن حب ومشاعر. طب تسيبوا نتكلم عن نكد الستات بسبب الماتش؟ تبقي عايزة تحكي له حاجة شاغلة بالك طول النهار، وتبقي مستنياه بس علشان تحكي له. مش كنا على الحلوة والمرة متعهدين؟ ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين؟ وتقعدي تقولي لنفسك لازم أعرف رأيه، هو اللي هيفيدني، هو بس اللي عنده الحل. هو يجي بقى على طول مستعجل يقولك حضري لي سندوتشات بسرعة، مش هلحق أتغدى عشان الماتش هيبدأ. تيجي انت تقولي لي طب أنا عايزاك في موضوع مهم، هو من غير تفكير هيقولك لا مفيش أهم من الماتش دلوقتي. وهنا يا سادة يبدأ النكد. هتبدأي تقولي له يعني هو الماتش أهم مني؟ أنا عايزة أقولك حاجة مهمة، هو أنا كل ما أجي أقولك حاجة مهمة تقولي الماتش الماتش الماتش؟ يعني هو الحقيقة النكد ده جزء طبيعي من يومنا. يعني لو مش هتنكدي بسبب زوج، ممكن هتتنكدي بسبب القهوة اللي بردت، أو أكلة ما طلعتش زي أكلة مامتك، أو حتى لابسة لبس مش ما طلعش حلو زي ما انت عايزة. يعني نكد. وده علشان انتي مش صعبة الإرضاء، ولا حتى متدلعة، ولا حتى مش صبورة، لا. وده علشان انتي حساسة ورقيقة وهشة جدا من جوه، وده في ناس كتير جدا مش بتفهمه، مش بس الرجالة، لا في ستات مش بتفهم بناتها. وده بقى فرق النكد في الأجيال. لو لقيتها زعلانة على حاجات بسيطة زي دي، ساعتها تعرف إن هي بتكون لحظة ضعف ومش محتاجة غير كلام حلو. يعني أبسط حاجة ممكن تساعدها وتغير لها مودها كله. وفي النهاية يا جماعة، النكد بالنسبة للستات مش حاجة وحشة، هي بتعبر عن إحساسها زي ما الطفل بيعبر عن إحساسه. ما هي الست طفلة كبيرة، بكلمة حلوة تمسح النكد كله. إحنا الستات كائن حساس، بندور على الحب والأمان واللي يفهمنا، وبمجرد ما بنلاقيه خلاص كده النكد اختفى وبقينا في أحسن حال. خليكي زي ما انتي عظيمة، وانك تعبري عن احساسك ده شيء مهم جدا، بس خفي نكد شوية. وخلاص كده خلصت الحلقة النهاردة. اشوفكم في حكاية جديدة وسبرتية جديدة، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ودمتم رايقين.